السلام عليكم. النهارده بقى قلت اعمل معاكم المولتو التحفه اللي انتوا شايفينه ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. بما ان كده احنا بنجيبه من بره بيكون غالي جدا، فقررت اعمله معاكم كده واشارككم الفيديو ده لانه بجد طعمه حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الشوكولاته سايحه معانا، وبصوا تحفه. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقه والمقادير. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. اول حاجه كده جبت معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كمان هنا معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر، ورشه ملح كده بين صوابعك بسيطه خالص. هحط كل المكونات دي على الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. هقلب كده كل المكونات دي كويس جدا في الدقيق كده بالشكل ده. بعد كده هيكون عندي كوبايه من الميه الدافيه، وبما ان احنا كده في الصيف يعني والدنيا مولعه والميه بتنزل سخنه، فاحنا هناخدها من الحنفيه عادي. اما لو في الشتاء فانتي هتدفي الميه شويه. هضيف الميه كده بالتدريج شويه بشويه لحد الدقيق كله ما يختفي معايا بالشكل ده، وبعد كده هبدا اني اعجن بقى. بعد الدقيق كله كده مختفي معايا كده والعجينه كورت، هبدا اضيف عليها بقى معلقتين كبار كده من الزيت وابدا اعجن بقى. حان وقت القتال. اعجنوا بقى كده كويس لحد العجينه ما تتلم معاكوا، بوكس يمين على بوكس شمال لحد العجينه ايوه ما تنعم بالشكل ده. خلاص كده تبقى جاهزه معانا، وتضمني ان العجينه هتنجح معاكوا والوصفه تبقى مية مية ولا فراخ الجمعيه. هغطيها بقى كده واسيبها لحد ما تخمر معايا وتضاعف حجمها. هغطيها بكيس كده وبعد كده فوطه عليها كده، واسيبها شويه كده لحد ما تخمر معايا وتضاعف الحجم بتاعها. بعد ما خمرت معايا بقت بالشكل ده، طبعا حجمها تضاعف عن ما كنا عاملينها. هشيل بقى كده الكيس والفوطه، وهاخد رشه دقيق كده على الرخامه علشان دي هفرد عليها العجينه وما تلزقش معايا في الرخامه. هبدا كده اقسم العجينه كده لنصين بالشكل ده. هكورها كده كورتين معايا زي ما انتم شايفين كده. دي اول كوره كده، واخد الكوره التانية وابدا برضو اكورها. بعد كده هغطيها واسيبها حوالي 10 دقايق كده ترتاح معايا، علشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. لو جيت افردها دلوقتي هتلاقيها عامله كده زي الاستك، بتشد معاكي كل ما تفرديها ترجع تاني. فلازم العجينه ترتاح. وكمان هغطيها بكيس او اغطيها كده بفوطه علشان ما تنشفش معايا وتعمل قشره كده. هنا بقى بعد ما سبت العجينه ارتاحت معايا حوالي 10 دقايق، حطيت طبعا شويه دقيق على الرخامه وبدات افرد العجينه زي ما انتم شايفين. هتلاقيها كده بتتفرد معايا بسهوله وما بتغلبنيش خالص. بعد ما فردت العجينه كده هجيب سكينه وابدا اقسمها كده على 4 مثلثات بالشكل ده، وكل مثلث هقسمه على 2. لو انتي حابه تعملي ميني مولتو يكون صغير شويه، فهتقسمي المثلثات دي على اكتر من 2. بعد كده يكون عندي شوكولاته مقطعاها كده قطع صغيره على قد المولتو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطها واقفل كده من الجناب. بحطها كده في النص زي ما انتوا شايفين، واقفل الجنبين دوم كده، وارجع اتني كده العجينه واشد بقى علشان تعمل لي طبقات كتير زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه كده تقفلوا كويس جدا على الشوكولاته علشان لما تستوي ما تطلعش معاكوا الشوكولاته بره. طريقته سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. لاحظوا كده انا بقفل ازاي. لازم تضغطي كويس جدا وتقفلي العجينة كويس، وانتي بتلفيها تشدي كده علشان تعمل معانا طبقات كتير بالشكل ده. خلاص خلصت كده. هرجع بقى افرد العجينة اللي فاضلة عندي بالشكل ده زي ما عملت التانية بالظبط. خلاص كده خلصت كل المولتو اللي عندي بالشكل ده. هرجع اغطيه كده قبل ما اسويه خالص. لازم تغطيه وتسيبيه يرجع يخمر تاني. لما يخمر كده ويتضاعف حجمه بالشكل ده، باخده على طول وعلى الطاسه، والزيت يكون سخن معايا ما يكونش بارد. الزيت لو بقى بارد المولتو بتاعك هيشرب زيت كتير، فاحنا مش عايزينه يشرب زيت. فانا هحطه كده والزيت سخن، وما يكونش برضو سخن قوي ان هو ياخد لون بسرعه. انا عايزاه برضو يكون مستوي. هحطه كده في الزيت، واول ما ياخد لون بقلبه على الجنب التاني على طول بالشكل ده. ما بياخدش وقت خالص وبيستوي معانا وبيبقى زي الفل.
خلاص كده بعد ما خد لون من الجنبين بطلعه كده زي ما انتوا شايفين، وبحط بقى اللي بعده. بس لما برجع احط هنا بهدي النار شوية علشان الزيت بيكون وصل لدرجة حرارة عالية جدا، فمش عايزاه برضو ياخد لون بسرعة، عايزاه يستوي، فهنا بهدي النار شوية. لما الزيت بيرجع يهدى شوية برجع اعلي عليه تاني، وما بياخدش وقت، هو بيستوي بسرعة جدا. خلاص كده خلصنا كل الكمية اللي عندنا، وبقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلو جدا، جربوه علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني بقى الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.